الاستقلال، بحكم أنني امرأة تعليم لمدة 40 سنة. عشت لحظات إحساسية مع هذا الفئة من الأطفال بإخلاصهم وحبهم وصدقهم. أحمد جبران، مدير عام مجموعة مدارس مصباح. هذا اليوم يوم خالد في تاريخ المغرب، عيد الاستقلال. عيد الاستقلال له معاني كبيرة في تاريخ المغرب. الاستقلال الذي لم يأتي من الفراغ، الاستقلال الذي حصل عليه المغرب بعد كفاح مرير والمعاناة مع المستعمرين الفرنسي والإسباني. كانت محطة تاريخية كبيرة، كانت محطة تاريخية فيها نضال، فيها كفاح، فيها تضحيات، فيها عدد كبير من شخصيات كبيرة، من الوطنيين، من الفدائيين، من المغاربة المخلصين، ذهبوا ضحية غطرسة المستعمر، وأدى الغرور بهذا المستعمر إلى أن اعتدى عن رمز الوطنية، عن رمز المغرب الذي هو جلالة الملك المغفور له محمد الخامس. اعتدى عليه فنفاه إلى كرسيكا ثم إلى مدغشقر. ولكن الحمد لله المغرب استطاع برجاله العظام ونسائه العظيمات أن يرغم المستعمر على الخضوع، وأن يقبل مضطرا منح الاستقلال للمغرب ورجوع الملك إلى عرشه. هذا الملك الكبير عندما رجع من منفاه قال: نحن رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو بناء الجهاد الأكبر يقصد به الدولة، بناء الدولة اجتماعيا واقتصاديا وديمقراطيا. ولكن الموت لم يمنحه الوقت الكافي ليحقق كل ما كان يصبو إليه، ولكن جاء بعده جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني فحقق كثيرا مما كان يتمنى محمد الخامس أن يحققه لعدل الوطن. ثم بعد ذلك جاء الملك محمد السادس الذي حقق للمغرب ما لم يكن متصورا. ما كنا نتخيل أو نتصور أن المغرب سيصل في هذه المرحلة القصيرة إلى هذا التقدم وهذا التحضر، سواء في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي أو الديمقراطي أو غيره. فالملك محمد السادس أصبح مثلا، ما أصبح يضرب به المثل في الملك النزيه، في الملك العظيم، في الملك الذي حقق جميع أمنيات شعبه في كل ما يتعلق لا بالسياسة، لا بالديمقراطية، لا بالاقتصاد، لا بالصناعة، كل شيء. الحمد لله المغرب أصبح يحسب له ألف حساب.